بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا عيلتي الجميله؟ يا رب تكونوا بأحسن صحه وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين. طبعا النهارده زي ما انتم شايفين معايا طلعنا فوق السطوح علشان هنسقف السطوح. طلعنا فوق السطوح عشان هنسقف السطوح التاني. طبعا زي ما انتم شايفين عندنا في الفلاحين لما بنعمل حاجة بسيطة وعلى قدها بنسقفها بالبوص ونحط عليها مشمع والتراب اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. طبعا بالفعل ام احمد جابت المقاطف بالشكل ده وهتعبي وهتشيل وتطلع فوق السطح. طبعا السلم موجود زي ما انتوا شايفين معايا في الفيديو. هتشيل مقطف بمقطف تطلعه فوق. طبعا انا معاكم لحظه بلحظه عشان اوريكم قد ايه الفلاحه بسيطه. حياتها بسيطه جدا، يعني بتعرف تعيش الحمد لله في اي شكل من الاشكال، في اي ظرف من الظروف بتتصرف وبترضى بحياتها وبتعيش وبتتعب. وفي نفس الوقت قد ايه هي بتتعب برضو، خاصة لما يكون هي عكاز نفسها. طبعا الصوت اللي انتوا سامعينه ده صوت الزينة. نجيب لكم الزينة. بصوا احنا فوق السطوح والزينة والعنبة ما شاء الله عليها خضرت زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ورق العنب طلع، هي شالت بقى وهتطلع زي ما انتوا شايفين معايا كده. هتشيل وهتتكل على الله، ربنا يقويها ويعينها وهتطلع وانا كمان هطلع وراها. بصي بقى يا امه، بصي كده اتعوجي لنا وانت واقفه على السلم عشان نشوفك. بصوا. طبعا الناحيه دي هتحط مقطف بمقطف كده جنب بعضيه وبعد كده تطلع تفرشه هي بايديها. بس الاول وهتنزل. هتاخد التاني بالشكل ده. طبعا ام احمد صايمه يا جماعه، ادعوا لها الله يقويها ويعينها، لان طبعا مشقه وتعب جامد. هترص بقى كده. طبعا السلم الخشب ده موجود من قديم الازل في الفلاحين. لازم يكون عندهم سلم زي ده من زمان او من قبل انا ما اتولد. وريني كده اشوفها والله مش باينه ده في الاراضي التانية. يا ده بعيد قوي. القمح الغله شربت والهواء قام رقتها خالص في الاراضي. طبعا زي ما انتوا شايفين المنظر من فوق السطوح او من العالي باين جدا. القمح خلاص قرب يستوي، اصفر بعد ما كانت الارض خضراء بقت يدوب البرسيم هو اللي باين اخضر. والقمح اصفر كده استوى قرب يتشال من الارض.
وهكذا. طبعا هنفضل نشيل لحد ما نخلص. طبعا هي بتعدل السلم، خلي ربنا يسترها ونفطر النهارده. لا نفطر المغرب. طبعا ده قش البوص اللي احنا طلعناه مع بعض في فيديو سابق. طبعا هي هتحطه فوق، مش هترميه او مش هتولع فيه، هتحطه وبعدين تردم عليه، يعني تحط عليه التراب اللي احنا بنشيله ده. طبعا يا جماعة الحياة في الفلاحين مش سهلة رغم بساطتها، بس كلها شقة وتعب. يعني اللي ام احمد بتعمله ده صعب قوي انه يتعمل في الصيام، صعب واحدة الست تعمله في الصيام. ربنا يديها الصحة ويقويها ويصلح حالها يا رب ويرضى عليها. وهكذا. انا خايفة على فكرة السلم مش معدوم. وهكذا وهكذا لحد ما تخلص وتطلع تفرشه بقى زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي حالا. الحياة صعبة، مشقة. ايوه خدوا بالكم ان طلوع السلم الخشب ده مش حاجة سهلة، ده صعب جدا. انا مرة جيت اطلع عليه كنت شايلة القروانة قال وطلع، عملت نفسي فالحة قوي وطلع. انا طلعت الدرجة الاولانية والتانية وبس. ام احمد متدربه. ام احمد سامعين متدربة تلعب كاراتيه. حلوة دي. طبعا زي ما انتوا شايفين بعد ما طلعنا التراب بالشكل ده مقاطف مقاطف بدأنا بالفعل ان احنا نفرشه. طيب يا ام اسامه والمطره وتعيشوا فيها؟ ايوه ونعيش فيها. اما تيجي المطره بقى تبقى ام احمد قاعده يا ساتر استر يا رب ونغرق بقى وايه، استر يا رب. ونجيب الحلل بقى والايه والطشور ونحط الحته اللي تنزل ميه. اجري يا بنت حله حله. يا ساتر استر يا رب. زي ما انتم شايفين كده. ايوه ادي الشقه، ادي الفلاح. ادي الفلاح وشقه الفلاح. انا حاسه ان انا هقع. لا مش هتقع، ما تخافيش. خلاص كده. تاني كده. مين اللي تحت؟ لماذا؟
طبعا يا جماعه انا مش هقدر أقف اكتر من كده، خايفه ندب اقع في الارض. لكن ام احمد بقى مش فارق. ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. انا كان نفسي والله العظيم اخليه للنهايه خالص، بس انا خايفه بصراحه، انا خايفه قوي. انا لو وقعت اندبيت النهارده تبقى مشكله كبيره قوي. يا ريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك، وما تنسوش دعمكم لام اسامه على قناه دربكه ولعبكه. ام احمد الا ام احمد، ده كل حاجه معموله عشان خاطر ام احمد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ماما انا خايفه كده. انزلي بقى والله.